ركنيات، 6 ركنيات امامنا، محاولات مستمره، لكن الوصول الى التسجيل هو الاهم. وفوزنا في المغرب 1-0 في 2011 وكره قويه قويه يا ولد يا اخيرا محمود صابر ياتي بالقمه للمنتخب المصري. منتخب مصر على قمه المجموعه، واداء محمود بالمنتخب المصري، واللي سجل محمود للجمهور الصابر على هذا الاداء من بدايه المباراه. لكن هدف ياتي اخيرا يسجل محمود صابر. سدد كثيرا محمود صابر، ولكن اخيرا الركنيه معموله حلوه. وبص دي جمله الركنيه اتعملت ومحمود صابر بوم قويه، الكوره معموله حلوه. هدف من تمريره كانت من اللاعب اللي مرر علي زعزع، ولكن محمود صابر اللي بيسجل امامنا هنا عنده ثنائيه كان في مرمى المغرب في اللقاء الودي اللي كان في الرباط 20 نوفمبر، وسجل في مرمى الجابون بالتخصص هدف اول في لقاء 3-0 في فبراير، ويسجل امامنا هو محمود صابر، وعنده هدف في الدوري مع نادي بيراميدز في مرمى نادي البنك الاهلي. لكن هدف مهم وفرحه